طبعا كلنا عارفين قصة سندريلا، وكلنا شفنا الفيلم اللي أنتجته شركة ديزني سنة 1950. بس محدش عارف القصة الحقيقية والمرعبة للفيلم. بس قبل ما نبدأ، ياريت تشترك في القناة علشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. قصة سندريلا هي قصة ذكرت أول مرة في كتاب اسمه سندريلا، مكتوبة من الأخوين جريم. الأخوين جريم قصصهم دايما مرعبة وفيها تفاصيل نوعا ما مخيفة، وللأسف الشديد هما اللي كتبوا قصة سندريلا الأصلية اللي هنحكيها النهاردة. بس قبل ما ندخل في القصة الأصلية، خلوني في الأول نقول قصة الفيلم اللي تقريبا كلنا عارفينها. القصة في الفيلم بتبدأ إن أبو سندريلا يتجوز واحدة تانية بعد ما أم سندريلا ماتت، وسندريلا عاشت مع مرات الأب وبناته الاتنين، واللي هما كانوا درية ونفيسة. ولكن بعد ما الأب يموت، زوجها وبناتها يستغلوا سندريلا أبشع استغلال، ويعاملوا سندريلا معاملة وحشة جدا. كانوا مشغلينها عندهم خدامة، وفي يوم من الأيام عرفوا إن العيلة الملكية عاملين حفلة كبيرة علشان يلاقوا عروسة مناسبة للأمير. سندريلا لبست أحسن فستان عندها علشان تستعد للحفلة، ولكن بنات مرات الأب الأشرار قطعوا الفستان علشان ما تروحش للحفلة. ولكن بمساعدة العرافة الطيبة خلت سندريلا تروح الحفلة بعد ما عطيتها فستان جميل وعربية بواسطة تعويذة سحرية. ولكن التعويذة كان ليها وقت معين، وأول ما شافها الأمير وقع في حبها. ولكن لما الوقت قرب ينتهي، سندريلا هربت علشان الأمير ما يشوفهاش من غير الفستان الحلو. وهي بتجري وقعت فردة حذائها ويلاقيه الأمير، وبعد محاولات كتيرة أخيرا وصل الأمير لسندريلا ويتجوزها ويعيشوا في سعادة وهناء. ودي قصة الفيلم اللي في ديزني. يلا بينا نخش على القصة الحقيقية. بداية الكتاب هي نفس بداية فيلم ديزني. البداية إن أبوها كان شخص طيب وحنون على سندريلا، وقرر يتجوز واحدة تانية علشان سندريلا ما تقعدش من غير أم. الفرق الوحيد اللي في الكتاب إن الأب كان عايش وما ماتش. في القصة الحقيقية بنات الزوجة كانوا بيعاملوا سندريلا معاملة أبشع من الفيلم، مع إن أبوها كان لسه عايش، ولكن للأسف ما بيدافعش عنها. كانوا بيمنعوها من الأكل والشرب، وأخدوا كل حاجة من أوضتها حتى السرير. وكانت سندريلا بتنام على الأرض، ومن شدة البرد كانت بتضطر إنها تنام جنب الدفاية اللي كانت مخلية هدومها وسخة على طول بسبب الرماد. وعلشان كده سموها سندريلا، ودي كلمة لاتينية معناها التراب المتبقي من الحاجات المحروقة. يعني اسمها الحقيقي مش سندريلا، ده كان مجرد لقب اخترعوه الأخوين جريم علشان يوصفوا معاناة سندريلا، ولكنهم ما قالوش اسمها الحقيقي. المهم في يوم من الأيام الأب يروح لرحلة عمل، وسأل البنات لو عايزين طلبات. البنات طلبوا فساتين ومجوهرات، ولكن سندريلا طلبت شجرة. لما رجع أبوها أخدت الشجرة الصغيرة وزرعتها، وكانت بترويها من دموعها. بعد فترة الشجرة كبرت وبقت مأوى لحيوانات كتيرة، والحيوانات حبوا سندريلا جدا. وبعدين اللي حصل في الفيلم حصل في القصة الأصلية. العائلة الملكية نظمت حفلة ودعت البنات الجميلة، والاختلاف هنا إن الحفلة استمرت 3 أيام عكس حفلة الفيلم اللي كانت ليلة واحدة بس. زوجة الأب رفضت إن سندريلا تروح الحفلة، وعملت حاجة غبية علشان تمنع سندريلا إنها تروح الحفلة. رمت طبقين عدس على النار، وطلبت من سندريلا تلم العدس من النار علشان تروح الحفلة. سندريلا خلت الطيور تلم العدس كله، وبعد ما سندريلا لمت العدس برضه زوجة الأب مخلتش سندريلا تروح الحفلة. سندريلا المسكينة قعدت في البيت، ومرات الأب وبناتها بيجهزوا للحفلة. في الوقت ده قعدت جنب الشجرة اللي بترويها بدموعها، وغنت قصيدة اللي بعد كده بقى ليها مفعول سحري. وبعدين تحصل المفاجأة، والطيور تدي سندريلا فستان وجزمة. الأخوين جريم موضحوش إن الشجرة سحرية أو القصيدة سحرية، ما اتذكرتش في القصة. وبعدين سندريلا تلبس وتروح للحفلة، وتلاقي الأمير أول ما شافها حاول يكلمها، ولكن سندريلا هربت. وفي الليلة التانية الأمير برضه حاول يكلمها، وبرضه سندريلا هربت. بس المرة دي حاول يلحقها، بس سندريلا تستخبى ورا الشجر. وفي الليلة التالتة الأمير قرر يعمل لها فخ علشان ما تهربش. طلب من الخدم اللي هما يدهنوا أرضية المدخل بمادة بتلزق، وسندريلا راحت وحاولت تهرب للمرة التالتة، بس واحد من الأحذية لزق وسابته ووقع منها، والأمير أخده علشان يدور عليها. الأمير ومساعده راحوا بيت بيت في المملكة
لغاية ما وصلوا لبيت سندريلا. وهنا طلب البنات اللي في البيت يجربوا الحذاء اللي ما كانش مناسب عليهم. ومن هنا هندخل في الجزء السوداوي في القصة. الأخت الكبيرة لقت إن صباعها الكبير هو السبب إن الجزمة ما تناسبهاش، علشان تروح تعمل حاجة مقززة، وهي إنها تقطع صباعها بعد ما أمها أديتها النصيحة. ولبست الجزمة ولقيتها مناسبة. الأمير فرح إنه لقى البنت اللي بيدور عليها، بس لاحظ إن الحذاء كان بينزل منه دم، وهنا عرف إنها نصابة. وطلب من الأخت الصغيرة إنها تجرب الجزمة، ولقيت كعب رجليها كبير شوية على الجزمة، وعملت اللي عملته أختها الكبيرة وقطعت كعب رجليها. وشاف الأمير برضه ولقى برضه دم في الجزمة، وبعدها مسك الجزمة ونده بصوت عالي في البيت. وبعدها تطلع سندريلا وتاخد سندريلا الجزمة وتلبسها وتطلع مناسبة، والأمير يفرح وياخدها ويتجوزوا ويعيشوا في سعادة. بس للأسف دي مش نهاية القصة. القصة لسه ليها نهاية غريبة، بتقول إن زوجة الأب راحت هي وبناتها لفرح سندريلا علشان يباركولها، ولكن وهم ماشيين يشوفوهم الطيور بتوع سندريلا ويهجموا عليهم ويفقعوا عينيهم ويتصابوا بالعمى. وبكده تخلص الحكاية بتاعت سندريلا. بس كده يا صاحبي، قولي ايه رأيك في الفيديو في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك علشان يجيلك كل جديد. سلام.